يا ريتك عمري يا رمضان، يا ريت الوقت ما يعديش، بعدت كتير وجاي ندمان، وشهر لوحده ما يكفي. حبيبي ازيك يا ريس؟ عامل ايه؟ الحمد لله. قاعد انت يا عم، تعبنا معاك الايام دي، تمشيات وجيم ومبهدلنا معاك. لا عادي يعني. اخبارك يا ريس؟ عامل ايه؟ الحمد مش لله. ملاحظ اي حاجه جديده؟ الطقم الجديد ده يعني؟ لا لبست جديدا يا عم، وحشت حميده. ما لا انت راكب شايف شويه. النضاره؟ لا دي قديمه، دي قديمه. امال ايه يعني؟ مش واخد بالي. مش ملاحظ ان انا خسيت شويه؟ وريني كده. اهو يعني شويه حاجه بسيطه يعني، انا في الجيم ما انت عرفنا كل يوم. المهم مش كده احلى؟ احلى لمينا فارس. لله طبعا. الله انت اكبر. ناسي ولا إيه لما كنا في الجيم وقلت لي المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف؟ الله يا واد يا مؤمن. لا حاسب. الله. اخبارك يا عم فارس؟ الحمد لله. الحمد لله. انت بتخس لمينا فارس خس لله طبعا. يعني؟ مش لهايدي؟ هايدي مين؟ هايدي. هايدي مين؟ صلى على النبي يا ريس. صلى الله عليه وسلم. فاكر يا باشا التسجيل بتاع الواتس اللي انت بعته امبارح بتاع الاغنيه بعته قبل مين؟ الفجر كده يا ريس؟ بعته جالي بالغلط يا معلم. جالك بغلط؟ اه يا ريس. ايه حوار هايدي دي بقى؟ هقول لك بعدين، حوار كبير محتاج قعده يعني. محتاج قعده. بتاع ده ما بيفكركش بحاجه يا فارس؟ بيفكرني بايه؟ بكوبري في خليج نعمه في شرم. ده اللي انت فاكره يا اخويا. افتكر ايه يعني؟ انت عارف الكوبري ده بيفكرني بايه؟ بايه؟ المنظر المرعب ده بتاع الصراط اللي معدي من فوق جهنم، مع فرق التشبيه طبعا. تخيل يا اخي الصراط، ومش بالعرض ده بقى، لا، انزل. ادق من الشعره واحد من السيف. انت عارف يا فارس، اكتر حاجه بتشجع الواحد بجد على انه يثبت على الطريق تخيله للصراط. مشاهد الدار الاخره دي بجد هي اكتر حاجه بتفرق معاك. يعني تخيل لو الواحد يتخيل 3 دي كده، لو الواحد على الصراط ويبقى تحتك كده نار جهنم، ربنا يعافينا، اللي قعدت 1000 سنه حتى احمرت، و1000 سنه حتى ابيضت، و1000 سنه حتى اسودت، فهي سوداء مظلمه لا ينيرها الا العمل. فتخيل رعب الواحد بجد على الصراط اللي ادق من الشعره واحد من السيف، ومش هينجيك ولا هينور لك الا عملك. فازاي يا محمد ان بيبقى في ناس سرعتها على الصراط زي ما كانت سرعتها في الدين في الدنيا، في اللي هتبقى سرعته زي الخيل المسرعه، وفي اللي سرعته زي الطير، وفي اللي سرعته كالريح، الانسان اللي كان عامل زي الطلقه في الدين، وفي ناس اللي بيبقى ضوءه على قدر ابهامه. عارف ده مين يا فارس؟ مين؟ ده اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه في الحديث هيبقى ضوءه مثل ابهامه، يوقد مره ويطفئ مره. عارف ده كان مين يا فارس؟ مين؟ ده اللي كان بيمشي على سطر ويسيب سطر، يصلي فرض ويسيب فرض، يلتزم فتره ويقع فتره، يقرب فتره ويبعد فتره. فكذلك هتلاقي زي ما كان مشيه على الدنيا بيقوم ويرجع ويقع ويقف، كذلك هيبقى ليه نكبات على الصراط. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم لما جه يصف الصراط والوقوع من عليه قال لك نكبات، كأن اللي بيقع منكوب. ويا ريت على قد مشية الواحد وبس، لا، على الرغم من كل اهوال الصراط دي، ازاي ان بيبقى فيه كلاليب وحسك، حسك ده عامل زي الشوك، ازاي وانت ماشي الكلاليب تمسك في رجلك او الحسك ده يشكك في رجلك وانت ما انتش عارف تمشي اصلا. دي ذنوب الواحد والحاجات اللي كان بيقع فيها والامانات اللي مضيعها زي الرحم وغيرها. اي انسان قاطع صله رحمه هيتعلق عليه في الصراط زي ما كان قاطع رحمه في الدنيا. هو يعني ايه حسك ده؟ الحسك ده يا فارس عامل زي الشوك اللي بينغص في اللحم. فتخيل على الرغم من كل اهوال الصراط اللي موجوده دي، ومليان حسك ومليان كلاليب للي معدي على الصراط. بصراحه الموضوع يعني يخوف جدا. الامل الوحيد عشان الواحد ينجو من على الصراط ده الدعاء اللي ربنا سبحانه وتعالى معلمه لنا في 17 مره في الصلاه، اهدنا الصراط المستقيم. ان اللي هيمشي على الصراط المستقيم في الدنيا هو ده اللي هينجو وهيبقى ماشي على الصراط المستقيم في الاخره فعلا. وعارف يا فارس
بعد الصراط في حاجه بقى الناس ما تعرفهاش. تعال ارجع كده عشان تتخيل معايا بقى. بعد الناس ما بتعدي من الصراط في بقى حاجه اسمها القنطره. عاوزك تتخيلها معايا كده وتبص. تخيلوا ثلاثي الابعاد للقنطره دي. القنطره دي بقى يا فارس المكان اللي بعد ما كل المسلمين وكل من الناس اللي من اهل الجنه هتعدي من على الصراط وتنجو من الصراط، هتوضع على القنطره امام باب الجنه. تخيل معايا باب الجنه وهو بالالوان الذهب وريحه الجنه اللي طالعه، وكلنا كده واحنا واقفين على القنطره في انتظار رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يجي على باب الجنه ويطرق حلق باب الجنه ويفتح له رضوان خازن الجنه. ايه الفكره في القنطره بقى؟ الفكره في القنطره ان ربنا سبحانه وتعالى بيخلي المؤمنين يتقاصوا ما بينهم وبين بعض، كل واحد ياخد بالقصاص ما بينه وبين التاني عشان كل المظالم اللي ما بينهم وبين بعض تخلص، عشان يدخلوا الجنه اخوانا على سرر متقابلين. مفيش حد شايل من حد حاجه، فكل واحد ليه مظلمه عند التاني ياخدها منه على القنطره عشان يدخلوا الجنه اخوانا على سرر متقابلين. اكبر مشكله في ايه بقى يا فارس؟ اكبر مشكله في حديث انا هقوله لك دلوقتي، من اكتر الاحاديث اللي اثرت فيا في حياتي بجد. من يوم ما سمعته وانا اي علاقه في حياتي محرمه قطعتها بسبب الحديث ده. الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرفع لكل غادر لواء يوم القيامه بغدرته مرفوعا في استه. ايه استه ده؟ استه يعني في مؤخرته، في دبره، في فتحه الشرج. فتخيل اعزك الله ان يبقى واحد من اهل الجنه واقف على باب الجنه منتظر انه يدخل الجنه، واقف على القنطره وسط الصحابه والانبياء وكل الصالحين من الصحبه الصالحه اللي كان يعرفها في الدنيا، ويفاجأ بان الناس بتقول له: ايه ده؟ ايه اللي مرفوع عندك ده؟ يفاجأ بلواء علم مكتوب عليه: يا فلان ابن فلان. الاب اللي هو غدر بيه في بنته، ويقال: يا فلان ابن فلان ان هذا قد غدر بك في اهل بيتك. عاوزك تتخيل الفضيحه ساعتها قدام الاشهاد في ارض المحشر، ان الشاب ده وممكن يكون كان دي علاقه ونساها ما تبش منها، لو كان تاب منها كان ربنا سبحانه وتعالى ستره عليها، ولكن ممكن يكون كانت علاقه وهو اتجوز وهي اتجوزت ونست. فايه اللي يحصل؟ يبقى هو واقف يوم القيامه يلاقي لواء مرفوع في استه مكتوب عليه: يا فلان ابن فلان، نداء لابوها، ومكتوب عليه: إن فلان ابن فلان اسمك قد غدر بك في أهل بيتك. عاوزك تتخيل بقى أصحاب أبوها وهم بينادوه، إن ده فضيحة بقى قدام أرض المحشر كلها، إن مكتوب: يا فلان يا فلان الحق. عاوز تتخيل معاه المنظر: يا فلان الحق، ده في واحد واقف قدام على القنطرة مرفوع عليه علم ومكتوب عليه اسمك، نداء ليك بيتقال: يا فلان ابن فلان إن فلان هذا قد غدر بك في أهل بيتك. وشوف الكلمة بقى معممة، مش متقال اسم بنته ولا مراته، مكتوب بقى: غدر بك في أهل بيتك. فإن كل واحد يسرح بقى في خياله إن يا ترى كانت المشكلة مع مين بالظبط. عاوزك بقى تتخيل إحساس الأب ده فارس وهو جاي بيجري مفزوع على القنطرة في أرض المحشر قدام أصحابه وقدام أهله وقدام معارفه، وهو جاي بيدور على الشخص اللي اتفضح بسببه ده. فأول ما يشوف الشخص ده ويشوف العالم ده: إن فلان قد غدر بك في أهل بيتك، إيه اللي يتقال له بقى؟ يقال: خذ من حسناته حتى ترضى. يتقال له إيه؟ حتى ترضى. حتى ترضى، يعني خذ من حسناته لحد ما ترضى. عاوزك تتخيل معايا تخيل بسيط، إنك لو أنت مكان الشخص ده واتفضحت الفضيحة دي قدام الناس كلها وقدام الأشهاد كلها على أرض المحشر، ويتقال لك: خذ من حسناته حتى ترضى، وانت لحد دلوقتي لسه ما عرفتش كمان هو غدر بيك بمين في اهل بيتك، مين بالظبط، بنتك ولا مراتك وايه، والكلمه عامه فمش متقال غدر عمل ايه بالظبط، فالكلمه انت مش متخيل توسع الظنون وتوسع الفضيحه على كل اهل بيتك وعلى اقصى تخيل ممكن يخطر على بال حد. يا ترى غدر انه عمل ايه؟ يا ترى زنى ولا غلط ولا كذا ولا كذا ولا كذا؟ ويتقال: خذ من حسناته حتى ترضى. بالله عليك، أي راجل عنده ذرة رجولة يا محمد هيسيب معاك حسنة واحدة بس ساعتها؟ لا طبعا. أكيد. فتخيل إنه مش بس ممكن إنه ياخد كل الحسنات اللي معاك، ودي إيه؟ مش كل الحسنات اللي أنت عملتها في عمرك، لا، دي الحسنات الخالصة
لوجه الله بجد من كل عملك، مش اللي هو نظام ايه ان في الجيم ابقى عشان شكل حلو وعشان لله، لا، ده الحسنات اللي انت نجيت بيها من على الصراط ووصلت بيها للقنطرة، دي الحسنات اللي كانت خالصة لله تماما بنسبة 100%. يعني ممكن تكون جزء بسيط من عملك أصلا، فتخيل إنه هياخد من خلاصة حسناتك، يعني هياخدها من حباب عينيك. أنت متخيل الوضع عامل إزاي؟ ومش كده وبس، لو هو معاه أي سيئات لسه يضع عليك كمان من سيئاته. ما هو ممكن لا يرضى بإنه خد بس كمان حسناتك، لا، ويحط عليك من سيئاته. وايه اللي هيحصل ساعتها؟ انا عاوزك تتخيل انه من بعد ما خد كل حسناتك وحط عليك سيئاته، ان الشخص ده يعني ربنا يعافينا بعيد عني وعنك، ان هذا الشخص من بعد ما كان واقف على باب الجنه ومستني انه يدخل الجنه وسط اصحابه وسط معارفه وسط اهله وسط النبي والصحابه اللي شايفهم، تخيل انه فجاه بعد ما نجا من الصراط، بعد ما اتخذت منه حسناته واتحطت عليه السيئات، يرجع يقع تاني في النار. يا الله. من بعد ما نجا من الصراط بكل اهواله وعدى على القنطره، يرجع يسقط تاني في النار. تعرف المشكله في ايه يا فارس؟ المشكله ان لو كان الشاب ده غدر ببنت واحده بس، لرجل واحد بس، امال الشاب اللي قاعد ماشي مع دي وماشي مع دي وماشي مع دي، وقاعد مش عايزين نذكر مثال حد من اصحابنا عشان ما يكونش بنغتابه، اللي يبقى بيتباهى بانه ماشي مع فلانه وماشي مع علانه وبيكلم فلانه وفلانه عمل معاها كذا وكذا وكذا. تخيل منظر ابو كل بنت من البنات دي، اللي كان كل ما يخش على بنته بيتكلمي مين؟ تقول والله ده انا بكلم واحده صاحبتي. لا، انه كل اب من دول يجي على هذا الشخص وياخد من حسناته ويحط عليه من سيئاته. ما ممكن اول اب جه خد كل حسناته وحط كل السيئات، لما يجي اب تاني هيعمل ايه؟ ما لقاش معاه حسنات، هيحط عليه من كل السيئات. فايه اللي يحصل ساعتها؟ يهوي في نار جهنم تاني. انت متخيل الوضع عامل ازاي؟ فبجد ايه اللي يستاهل وعلاقه ايه اللي تستاهل ان الواحد يعمل كده، وان الواحد يغدر باهل بيت؟ الواحد عاوز يتقدم لحد، عاوز يبقى في علاقه معينه، تكون علاقه في الحلال، تكون علاقه انه يتقدم لاهلها، يتقدم لهذا الاب. انما غير كده، احتسب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث غدر فايانا فعلا والغدر. طب لو مامتها عارفه؟ للاسف في امهات كتير بتبقى عارفه العلاقه اللي بنتها فيها وبتشجعها عليها، وبيبقى طبعا الاب مش عارف عشان اعصابه ما بتستحملش الكلام ده، وبتبقى شايف انها لما بتساعد بنتها على الموضوع ده، ويا بنتي هاتي لبس كذا واعملي كذا، من دماغها انها كده بتجوز بنتها وانها كده بتعمل عمل صح. ففي شباب كتير يقول لك يا عم مامتها عارفه، انما ابوها مش عارف، ابوها ما هوش عارف، هو ده ولي امرها بجد. ودي لو الام بتشارك بنتها في معصيه معينه، يظل هذا الحديث قائما، ان يظل هذا الاب يوم القيامه لما يقابلك على هذا الامر تبقى انت الغادر، وهو اللي يحاسبك يوم القيامه على هذه الغدره على القنطره زي ما احنا قلنا. طب لو الحب ده بجد وانا مش ناوي اغدر بيها ولا اي حاجه؟ الحوار ده يا فارس اللي هو بتاع هايدي. يا عم هي هايدي. طب انت هتحكي لي عليه امتى؟ خليه بكره ان شاء الله. يا عم قول دلوقتي. لا بكره ان شاء الله. ماشي يا عم، قبلك بكره ان شاء الله. يا ريتك عمري يا رمضان، يا ريت الوقت ما يعديش، بعدت كتير وجاي ندمان، وشهر لوحده ما يكفي. يا ريتك عمري يا رمضان، يا ريت الوقت ما يعديش، بعدت كتير وجاي ندمان، وشهر